لا يا ابني لا تلعب، ما يصير، بدي اصور. هاي يا حلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. مثل ما شايفين اليوم سويت لكم سمك وفيديو كلش حلو، مشاركتكم يومي وتسوقنا وتعليله، فتعالوا شاهدوا الفيديو وياي واستمتعوا معايا. وهسه هنا حبايبي راح نبدي بالعشوية مالتنا. هنا اني طلعت كوبا راح اقليهم. هنا اني حاطة الدهن على النار، وهنا عندنا السمك منظف كامل راح نغسله ونسوي وياكم ان شاء الله. طبعا هاي طلعنا سلة حتى نغسل بيها السمك. طبعا ما جبت الستاند مالت التصوير لان مرات ما يقول عاقل كل شوي يحرك لي هي، فصورت بيدي يعني ماسكه تليفون اصور لكم. فراح اغسله يعني غسله نظيفه ها، وارجع لكم اياكم. وهنا هسه عندنا هاي الكوبا، عندنا الدهن حمى وراح نخليه بالدهن بالزيت، يعني اقصد لان انا ما استخدم دهن بالقلي، استخدم زيت. وهنا هاي بعد ما غسلت السمك هذا شكله، تعرفون يعني منظف كامل. لو ما منظف كان صورت لكم شلون طريقة التنظيف مالت السمك، كلش حلو ونستمتع بيها. فان شاء الله على الايام الجاية اصور لكم شلون تنظيف السمك يصير. وهاي ركن القهوة يعني هنا خليناها، هم راح اسوي بيها تعديلات هسه بعد ما اخلص اغير شغلات بيها. وهنا عندنا الكوب مغلق هسه راح نقلبها. طبعا يعني لا توقفوني على التصوير شوية يجوز مو هالقد لان ماسكة تليفون بيد واشتغل بيد. هنا عندنا الطاوة راح نحضرها مالت السمك، هي هاي وهي الطبق مالتها على مود نقلب السمك بيها. هنا عندنا ورق زبدة راح اخليه بالاسفل حتى ما يعني تلزق بالاسفل، فنقصها دائرية ونخليها. هاي مثل ما شايفين اني قصيتها. هسه راح املح السمك شوية. هاي بهذا الشكل بنحط لها شوية ملح لان هي ما تاخذ ملح، هي طعمها طيب يصير. وبعدين من نقليها نخلي لها ليمون. وهنا هاي راح نصفطهم هيجي، راح نسويها طبقة يعني هيجي دائرية كلها. طبعا غسلت ايدي شوي على مود اروح اقلب الكوب ولا تشتعل عندي، وارجع على شو اسمه السمك. وهاي هنا هسه رجعنا للسمك، هم نصفطهم بهذا الشكل. طبعا بهذا الشكل راح نكمله كلها، نصفطهم نسويهم هيك دائرية شلون الشمس تصير هيك حلوة يعني. ومن نقليها ونقلبها ونخليها بالماعون هم تبقى يعني شكلها هذا يطلع كلش حلو. لان من راح نقلبها نخلي القبض ونقلب الطاوة على القبض، وبعدين نرجعها بالطاوة، نرجع الورق زبدة ونرجعها بالطاوة. وهاي هنا هسه بعد ما خلصت نقلي الكبة راح نشيلها على صفحة. وهنا عندنا السمك بهذا الطريقة، شايفين هيك تسوي تدرسون هالطاوة. وعندنا الليمون حضرته. هسه حولنا الدهن وراح نخلي السمك على العين العالية. طبعا ما راح اطل الزيت، راح اخليه من نفس الزيت القلي، راح اخليه فوقها الانحار. هاي نخلي لها شوية زيت. وهاي هنا خلصنا الكبة راح نخليها بالفرن. وهسه هنا مثل ما شايفين عندنا السمك عينقل. ايش راح نخلي لها الليمون حتى تنطيها طعم كلش طيب. طبعا مثل ما شايفين هي شكلها عم تنقلي من الاسفل. طبعا وهاي راح اشيلهم منها على مود حتى ما يبردون بالكبة. طبعا اليوم وصيت يجيب لنا صمون لان ويتسوق راح اسوي لكم ان شاء الله المسواق. تعرفون احنا عندنا السبت يعني ناخذ الاسبوعية يعني ياخذونها فيتسوقون السبت. فهسه هنا مثل ما شايفين احنا قلبناها بهذا الشكل.
وهسه راح اشيل ورق الزبدة اخليها، وبس ما راح ارجعها نفس ما هي، راح ارجعها هيجي اخليها من جوا، فراح تصير المقلية من فوق. وهم راح نخلي على هاي الطبقة في صفحة اللوغ، شايفين انها مقلية، راح نخلي لها الليمون هم حتى هم تاخذ ليمون. طبعا هم راح اخلي ليمون وياها ويا الاكل. طبعا هنا جبنا المسواك، رجع زوجي وانا توني خلصت الاكل، بعدها رجع جايب مسوق، ومراد ما يقعد كل شوي جاي على المسواك، فهنا راح نطلع المسواك وياكم ان شاء الله. طبعا هاي الشغلات اللي محتاجتها اني للبيت سوقناها. البيض تعرفون هاي في الليفلة، طحين، جبن، لحم مفروم، معكروني، شكر، يعني الشغلات اللي خاصة بالبيت، جبن. طبعا انتظروني هم بفيديو ثاني ان شاء الله، احتمال باكر اصور لكم، اصور لكم شلون يعني لما اخبز واحضر ريوق، هم راح اشارككم يومي كامل ان شاء الله وياكم. وهاي هنا اني بعد ما شلت المسواق هذا عشان اليوم كان، وسهمكم العافية، تمنيناكم ويانا. هاي الكوب قليناها، وهذا السمك مثل مو شايفين بالماعون الكبير خليناه، وخلينا وياها ليمون، طبعا نعصر فوقها ليمون كلش طيبة، والبانتا والخيار وطماطة. وهسه انتقلنا للشغل الثاني، الغسل المواعين، وبعدين التعلولة. طبعا راح اغسل المواعين هسه. طبعا يعني شي حلو، يعني مثلا الواحد يخلص شغله ويقعد يرتاح، يعني ما عنده شي، فراح اغسل المواعين واكملهم واخلص واقعد ان شاء الله. وهم نسوي نسكافيه ونكمل يعني كل شي، حتى اجيب لهم يعني مثلا شوفوا ايش عندي يعني ويا النسكافيه تعلولة. هاي نغسلهم على السريع، طلعت السلة مالت المواعين خليتها عندي على السنك حتى اغسل بيها، حتى اصفي بيها المواعين، وبعد شوي يعني بعد ما احضر تعلولة واخلص المهم المواعين. واذا وصلتوا الى هنا يا حلوين لا تنسوني بلايك وتعليق حلو مثلكم. طبعا ما ادري ليش الاغلبية ما عاد تخلي لي لايكات، ما عاد تعلق لي، تحفزني يعني حتى تشجع، وبعد يعني اصوركم اكثر واحلى. وبهذا الشكل اني هنا يعني اخلص كل المواعين اغسلهم. طبعا ما عندي هواي مواعين، بس يعني تعرفون لازم يعني الواحد يخلص شغله حتى يقعد ما عنده شي يعني. طبعا نخلص هاي غسل المواعين ونلمهم بعدين ان شاء الله، بعد ما اخلص ارتب البيت كله واروح انام. طبعا الجو عندنا برد وطبعا يعني واحد يشغل صوبة دوار غاز احنا. وهاي هنا بعد ما خلصت المواعين هسه راح احضر. هنا خليت الفناجين، وهاي شوكولاتة يعني ويا الحلوية، يعني ويا التعلولة ويا النسكافيه، قهوة. طبعا راح نسوي هنا هسه نخلي من هاي النسكافيه، يعني استخدم يعني مرات اغير، يعني كل فترة واحد يغير منها. واني خليت طبعا المي يفور يحمى حتى اسوي بيه. وهاي هنا راح نخلي جبس هم ماعون لان طيب حلو، يعني هيك واحد تعلولة بسيطة يعني وخفيفة، بس يعني هيك واهم شي يعني نسكافيه شي حار يعني حتى ندفى. هاي شايفين هاي خلينا شوية جبس، شوية كاكاو، شوية. هاي هنا عندي المي اني فار، فراح اخلي فوق النسكافيه واخلطهم. وهاي هنا جبس مثل ما شايفين، طبعا ما فرغت كل الجبس، طبعا هاي نوعية الجبس كلش طيبة. هاي هنا خليت لنا النسكافيه هسه راح اخلطهم، طبعا تصير هي بيها رغوة يعني وكلش طيبة.
طبعا للفنجان نخلي معلقة كوب من هاي النسكافيه ونخلي لها مي تكفي. طبعا هاي راح اخلطهم زين بعد ما خلص بس. انطونا رايكم بالتعلولة يا حلوين. طبعا هنا بعد ما خلصنا تعلولة وصفيت المواعين شلتهم كل شي بمكانه. حبيت اني اغير برفوف مالت الركن مالت القهوة، اغير بيهم شوية. طبعا غيرت بيهم شوية ومسحت الكاونتر كله لان ما مسحته، ونظفته وغسلت الوصل وشريتهم هنا يعني بالشباك، تعرفون لان المطر ما اقدر اشيلهم برا. وبهذا الشكل يعني صار عندي المطبخ نظيف وكامل، واقدر اروح انام وما عندي كل شي. شايفين؟ هسه بس اطفي الاضوية واطفي النشرة واروح انام. طبعا هاي انتو كل يوم راح تشوفون الهول الصالة عندي شكل، مرة اخلي فرشة، مرة اشيل فرشة، مرة اخلي وجه كوشات، مرة احول الميز من هاي الجهة، مرة احولها من هاي الجهة. فما استقر يعني على شي ثابت، دائما احب اغير يعني، والتغيير كلش حلو. والى هنا انا اقولكم باي باي يا حلوين، التقي وياكم فيديو